بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. إزاي تعرف موبايلك القديم عليه ضريبة ولا لأ؟ خطوات بسيطة خالص، كل اللي عليك تتابع معايا لآخر الفيديو. هتدخل على جوجل بلاي تطبيق اسمه تليفوني، هو ده يا حضرات. هتنزل التطبيق وتسطبه على جهازك، ودي أول خطوة خلصنا منها. بعد ما تسطبه هيظهر مع حضرتك بالشكل ده، هندوس عليه كده هيفتح معايا بالشكل ده يا حضرات. هنعمل ايه بقى؟ هندوس على البدء، هيفتح معايا الصفحة دي، هنسيبه على كده مش هنعمل فيه أي حاجة. بعد كده بقى هتعمل ايه؟ هننزله في الهامش كده، وهنرجع على التليفون بتاعنا، هنفتح قائمة الاتصال وهنضرب الكود ده يا حضرات، نجمة شباك 06 شباك. هتظهر معايا الأكواد دي يا حضرات، ملناش دعوة باللي تحت. أول واحد معايا فوق هنسيب اللي هي 24 والشرطة اللي جنبها، وهناخد الرقم، بقية الرقم ده أو الكود ده نسخ. هندوس عليه كده وهختار نسخ. هنرجع للتطبيق اللي احنا نزلناه، هندوس هنا كده في الحقل ده يا حضرات، وهنعمل له لصق بالشكل ده كده يا حضرات، وبعدين هندوس استعلام. ظهر ليا هنا انه متسجل، وانه عدد الارقام التعريفية 2 اللي هما الشريحتين بتوعك، وظهر ليا المبلغ المستحق 0 جنيه. يبقى بالشكل ده تليفونك معلهوش حاجة. لو عملت الخطوات ديت وظهر ان عليك مبلغ، يبقى تليفونك عليه ضريبة. تقدر تستعلم عنها وتقدر تتبع الخطوات علشان تسجله ويشتغل معاك وما تقطعش عنك الشبكة. ده كان فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو لايك وشير. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.